ايه رأيكم في العملية؟ الطبيب لم يغير هويتي. انا عشان اخرج من مطار بيروت لازم وثيقة ان انا، اقرار مني ان انا، عشان انا وشي مش انا. صور صادمة لوجه الإعلامية ريهام سعيد بعد إجراءها عملية تجميل فاشلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورا صادمة لوجهها بعد إجراءها عملية تجميل وصفتها بالفاشلة، مما ترتب عليه تشويه وجهها. وجاءت الصور الصادمة التي نشرت للإعلامية ريهام سعيد عبر ستوري انستجرام لتؤكد أن الطبيب الذي قام بإجراء عملية التجميل قام بتشويه وجهها. وأضافت ريهام سعيد: يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك. مين الست اللي انت حاططها دي؟ انا هرفع عليك قضية وهبطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير قوي. انت ابعد حاجة عن انك تكون دكتور. انت وقعت خلاص. وتابعت: انا بحذر الناس كلها من التعامل معاه، وانا بداري وشي بمكياج؟ لا، ده انا هطلع لايف واوريهم انت عملت فيا ايه. يا جماعة اوعى حد يتعامل معي. لا بقى، انا بقول يعني عمليات التجميل دي فعلا جننت ناس كتيرة. الهوس بتاع عمليات التجميل ده والشكل المثالي والعين مش عارفة ايه والبق، ودلوقتي يعني انا بشوف عمليات التجميل دي ساعات بتبقى تشويه. في نفخ الشفايف والحاجات اللي بيعملوها والحاجب اللي بيرفعوه قوي ده. ولا يا جماعة والله ما فيش احسن من خلقة ربنا. وبعدين حتى الواحد لو ظهر عنده تعابير كده، الخطوط التعبيرية دي او التجاعيد دي حاجة حلوة مش وحشة على فكرة. يعني كل سن له جماله وله شكله. مش معقولة يعني هنفضل صغيرين كده وشباب على طول، لا. فالواحد المفروض يرضى عن شكله بأي حاجة، يعني بأي شكل كان. وبعدين الروح الإنسان هي اللي بتحليه. طالما انت جميل وكده من جوه، اكيد هتبقى من بره اجمل، وربنا هيحط في وشك القبول. يعني انا ممكن ارجح عمليات التجميل دي لو في عيب خلقي، مثلا مناخير فيها حاجة مسدودة كده، يعني العيوب الخلقية ديت اللي ممكن تسبب مشكلة. تمام. انما عشان حبة تجاعيد صغيرين، واحدة عايزة تنفخ شفايفها، واحدة ترفع عينيها حاجبها، دي في حد ذاته مش حلو. وهي فعلا حذرت الناس انها تعمل عمليات تجميل، بس بعد فوات الاوان. يلا ربنا كده يشفيها وان شاء الله ترجع حلوة زي ما كانت.